في يوم من الأيام كان عندك حلم تفتح محل في وسط البلد أو في مول كبير، تفتحه تفرشه تعلق يفط تستنى زباين تخش. لكن فجأة لقينا محلات عالمية بتقفل، مش فرع ولا اتنين، ميات. السؤال هنا ليه شركات زي زارا ونايكي واتش ان ام وحتى ابل بدأت تغير الاستراتيجية؟ تعال اقول لك القصة كاملة ومن الاخر، وانت كمان محتاج تبص للموضوع ده من اتجاه تاني. التحول بدأ من كورونا، لكن وقت الجائحة كل حاجة اتسرعت وبقت اكتر بكتير. الناس قعدت في البيت، المولات قفلت، الموبايل بقى وسيلة الشراء الوحيدة للعميل. في 2020 حجم التجارة الإلكترونية عالميا عدى ال4 تريليون دولار. ده رقم مرعب. شركات كبيرة قررت تشتغل صح، بدل ما تدفع إيجار وأجور لفروع خسرانة قالت طب ما نبيع أونلاين ونتواصل مع الزبون على طول. خليني أقول لك بالأرقام، شركة زي زارا من خلال شركتها الأم عملت قفل لأكتر من 1200 فرع، وبدل ده استثمرت أكتر من $1 مليار في التجارة الإلكترونية خلال سنتين. نايكي نفسها قررت انها تقلل عدد المحلات وتركز على البيع مباشرة من الموقع بتاعها او من خلال الابليكيشن. وفي 2021 من بعد الكورونا مبيعاتها الاونلاين زادت اكتر من 75% في امريكا بس. ويا صديقي ابل نفسها عندها اونلاين ستورز وفي نفس الوقت عندها محلات اوفلاين، لكن 90% من المبيعات بتاعتها بتيجي من خلال الاونلاين ستورز. يعني الرسالة واضحة، حتى الكبار غيروا طرقهم، وده معناه حاجة واحدة، إن السلوك الاستهلاكي اتغير، واللي مش هيتغير معاه هيختفي. طب انت بقى تقدر تعمل ايه في الموضوع ده؟ لو عندك بيزنس صغير، محل او حتى فكرة، او عندك مشروع بدأته وشغال على انستجرام وفيسبوك وبتاخد الاوردرز بتاعتك دي ام، تبدأ ازاي في فكرة انك انت تشتغل في التجارة الالكترونية او في الاي كوميرس؟ اول حاجة محتاج تعملها اختار منتج، وعشان تختار المنتج لازم تختار الكاتيجوري اللي هتشتغل فيه. وابوس ايدك اشتغل في منتج واحد فقط، اشتغل في فكره واحده فقط. ما تشتغلش في 100 منتج، لان ال 100 منتج بيحطوا لك اس كيوز ومخزون كبير، ده بيعطلك في انك انت تبيع اكتر. ابدا بمنتج واحد، اعمل الموقع بتاعك على شوبيفاي او وو كوميرس، لان شوبيفاي بيساعدك انك انت تعمل قوالب جاهزه وتقدر تشتغل بلاج اند بلاي وتشغل الموقع بتاعك في اقل من 24 ساعه. تقدر تربطه بكل وسائل الدفع، وكمان تزود فوري وباي موب وهكذا. فده بيساعدك ان العمليه تبقى سهله، مش محتاج ان انت تروح لمبرمج تقول له صباح الخير اعمل لي الموقع بتاعي فياخد منك 6 7 شهور وياخد منك فلوس قد كده. على شوبيفاي انت تقدر تدفع ملاليم وفي نفس الوقت يبقى معاك موقع قوي احترافي. الخلاصة يا صديقي، التجارة الإلكترونية مش رفاهية، دي ضرورة، مش بس للشركات الكبيرة، ده بالذات للشباب الصغيرين اللي لسه بيبدأوا المشاريع بتاعتهم. كل يوم بتأجل فيه دخولك السوق الأونلاين حد تاني بياخد مكانك. ابدأ صغير بس ابدأ. ولو عايز تتعلم أكتر عن إزاي تبدأ الأونلاين بيزنس بتاعك، عملت لك كورس كامل مدته 9 ساعات 83 محاضرة بيتكلم عن كل حاجة في الإي كوميرس، إزاي تبدأ وإيه الأدوات اللي تقدر تستخدمها، وبياخدك خطوة بخطوة عشان تمشي معاه بالظبط، فتعرف تحقق وتعرف تجيب منه مبيعات قوية وتشتغل ويبقى عندك الأونلاين بيزنس بتاعك. هتلاقي اللينك موجود تحت في الديسكريبشن، تقدر تدخل على الموقع وتعمل ساين اب على طول.